أقرب الناس ليا كنا بنحب بعض قوي، كان الفنان العظيم صلاح جاهين مسك مجلة صباح الخير وبدأ يجدد فيها، وكنت أنا دراعه اليمين، كان ليا الشرف إن أنا أبقى دراعه اليمين. وكنا في يوليو، بس سنة كام أنا ما بفتكرش السنين، لقيته بيناديلي يا أبو التيجان يا أبو التيجان، فرحت له. كان أول مرة لسه كاتب أغنية صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، فراح قاري لي المقطع الأولاني، قال لي دي اللي هيغناها حليمو في عيد الثورة. قلت له ده جديدة خالص والله يا أبو بهاء. قال لي بذمتك عجبتك؟ طب احلف كده. قلت له وحياتك عني. ففرح قوي إن أنا قلت وحياتك عني، وكل شوية يناديلي بقى يمليني مقطع لحد ما خلصت. واللي هيبعد من الميدان، اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة. وبعد ما خلصها قال لي تعال يلا بينا يا ابو التيجان، لنا تاكسي. فركبنا تاكسي وقال للراجل الزمالك راح فين. المهم وبعدين قال له جنينة الأسماك، بس وقف هنا وراح نزل. ركبنا الأسانسير وطلعنا شقة كده ما عليهاش شفط، قعد يضرب بإيديه دق طبلة زي الطبلة كده. فاتفتح الباب، لقيت واحد قصير واسمر ولابس طاقية بيضة وجلابية بيضة. فأنا أول ما شفته قلت الراجل ده أنا شفته قبل كده. فلقيت صلاح جاهين بيقول له حليمو ده تاج ابني البكر، ورسام كاريكاتير معانا. فبص لي كده سلم عليا عبد الحليم حافظ وانا مش مصدق. قال لي اهلا استاذ تاج، وحط ده على كتفي ودخلنا دخلنا الصاله. لقيت فرقه موسيقيه نصها ربعها كده، احمد فؤاد حسن وبتاع الناي ده محمد عفت، وموزع الموسيقى اسمه اندري رايدر، وكمال الطويل. سلمت عليهم كلهم وقعدت بقيت في ذهول، انا قاعد وسط الناس دي ازاي؟ وقعدوا يتكلموا. لقيت نفسي بقى زي الكداب في الزفه. فوطيت على صلاح جاهين قلت له انا عايز امشي. لقيت عبد الحليم واقف قال لي شرفتني ونورتني، وراح واخدني فتح الباب ووصلني. والله يا جماعه وصلني لغايه باب الاسانسير وهو اللي فتح الباب، وراح بايسني ودخلني. ده كان عبد الحليم حافظ.